السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات تعليم السياقة للمبتدئين. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش خصنا نتعاملوا مع المنحدر. كنعرفوا أن المبتدئين كيكون عندهم بعض المشاكل في السياقة، ومنها فاش كنكونوا هابطين في واحد المنحدر كاين بزاف اللي ما كيعرفوش يتعاملوا مع هذا الموقف. كنعرفوا ان في المنحدر السرعه كتزاد، يعني ماشي حنا اللي كنبقاو متحكمين في السرعه ديالنا 100%، كتكون الجاذبيه حتى هي كتزيد لنا من السرعه ديال السياره. بما ان كيكون المنحدر فالسرعه كتزاد، واخا كنضغطوا على الفرامل السرعه كتبقى كتزاد، يعني غير كنحيدوا رجلينا على الفرامل السرعه كتزاد واخا ما كنضغطوش على الاكسيراتور. وغادي نشوفوا كيفاش خاصنا نقصوا من السرعه باش ما تبقاش السياره غاديه لنا بواحد السرعه اللي هي كبيره. اولا الطريقه كيفاش كنضغطوا على الفرامل، فكنضغطوا بواحد الشكل متقطع، يعني كنبومبيو الفران، كنضغط على الفران وكنحيد رجلي وكنولي نضغط على الفران. هكا تعلمنا فاش كنا كندوزو رخصه السياقه. يعني كيقول لك في المنحدر واش كنضغط على الفرامل بشكل مستمر ولا مرات متعدده. بطبيعه الحال كنجاوب كنضغط مرات متعدده، يعني كنضغط وكنحيد. علاش؟ لانه الا بقيت ضاغط على الفران بشكل مستمر فكيوقع لنا واحد الاحتكاك بين الصفائح وداك الديسك ديال الفران. كيوقع لنا داك الاحتكاك الا بقينا ضاغطين واحد المده اللي هي كبيره فكيسخن داك الديسك بزاف، وكيداك الصفائح كيلصقوا لنا في الديسك، ومنين كيلصقوا في الديسك يعني الفران كيتشدنا واخا ما نكونوش حنا ضاغطين على الفرامل، وبالتالي السياره كتوقف، يعني كتوقف لنا السياره واخا كنبقاو كنضغطوا على الاكسيراتور، فالصفائح كيبقاو لاصقين مع الديسك وكتوقف السياره واخا كما قلنا ما ضاغطينش على الفران. وهنا الا وقعت هذه الحاله الحل اللي خاصنا نديروه هو اننا نخرج لجانب الطريق، لان السياره غادي توقف بطبيعه الحال. كنخرج لجانب الطريق وكنبقى واقف واحد المده، واحد نص ساعه ولا حتى يبردوا لنا دوك الصفائح ويبرد لنا الديسك ديال الفران. ما خاصناش نبردوهم، يعني كاين اللي كيرشهم بالماء باش كيبردوا، وانما الطريقه الصحيحه هو نخليهم يرتاحوا واحد المده حتى كيبردوا لنا على خاطرهم، ومن بعد كنكملوا السير وكنحاولوا اننا ما نضغطوش على الفرامل بشكل مستمر. كما كنشوفوا حنا دابا غاديين في هذا المنحدر السرعه كتزاد، ودائما في المنحدر كيخصنا نمشيو بواحد السرعه اللي تكون اقل من السرعه العاديه، لان قلنا السرعه اللي كتزاد بشكل تلقائي. هنا شنو كندير فاش كنبغي نقص من السرعه؟ اول حاجه مثلا في هذه المنعرجات بحال هكا والمنحدر كيخصني نمشي بواحد السرعه اللي هي تكون قليله، يعني واحد 60 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للناس المبتدئين ما خاصهمش يمشيو باكثر من هذه السرعه، وعاده 60 كيلومتر في الساعه كنمشيها بالمستوى الرابع في الطريق المستويه. ولكن فاش كنكون في واحد المنحدر كندير المستوى الثالث، كيخصني ندوز للمستوى الثالث باش كنستعمل فرامل المحرك اللي هما فران موتور. هاد الفرامل ديال المحرك كيعاونونا باش ما كنستعملوش الفرامل ديال الارجل، يعني الفرامل الرئيسيه. فاش كنديروا المستوى الثالث السرعه ديالنا كتنقص تلقائيا ونخليها غاديه بالمستوى الثالث. بطبيعه الحال غادي تبقى كتزاد السرعه واخا ما نكونش ضاغط على الاكسيراتور، غير السرعه ديالي تفوت 60 كيلومتر في الساعه كندير واحد الضغطه خفيفه على الفران وكنولي كنحيد رجلي على الفران، السرعه كتنقص، كتهبط لي مثلا 50 وكنخليها غاديه ب 50 وهي كتبقى كتزاد. غادي تاخذ واحد المده باش عاوتاني توصل لي ل 60 كيلومتر في الساعه، ولا تبغي تتجاوز 60 كيلومتر في الساعه. فاش غادي تتجاوز ليها 60 كيلومتر في الساعه عاود كنضغط مره اخرى على الفران وكنحيد رجلي على الفران. هذه هي كنبقى كنبومبي الفران، يعني كنضغط على الفران وكنحيد رجلي وكنخليها غاديه باش ما نبقاش ضاغط بواحد الشكل اللي هو مستمر على الفران. وكنبقى غادي بهذه الطريقه. الفران كيبقى في حاله جيده، يعني ما كيسخنوش ديك الديسك والبلاكيت ما كيسخنوش، والسرعه ديالي كتبقى غاديه معتدله. اذا هذه هي الطريقه وهذا هو الشرح اللي بغيت نشرح لكم في هذا الفيديو. كنتمنى ان الشرح يكون واضح وباين، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء.